من جديد. لأول مرة منذ إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل يزور قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار المغرب برفقة وفد عسكري رفيع المستوى، زيارة بحث خلالها مع مفتش القوات الملكية الجوية العابد العلوي بوحامد تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين المغربي والإسرائيلي. ألا ويعمل المغرب على تعزيز قدرات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. فرجة ممتعة البرية والجوية بمساعدة إسرائيل، حيث تقترب الرباط من الحصول على أحدث جيل من الطائرات بدون طيار التي يعتمد عليها سلاح الجو الإسرائيلي. إذن على ماذا يدل سعي المغرب في تطوير دفاعها الجوي في وقت يتعلق به الخلاف الجزائري المغربي؟ وكيف تنظر الجزائر وجبهة البوليساريو إلى هذا التعاون بين المغرب وإسرائيل؟ نناقش بعد هذا التقرير. قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار يجري زيارة للمغرب ويلتقي بنظيره العابد العلوي بوحامد، زيارة تأتي في سياق تبادل الزيارات بين المسؤولين العسكريين من كلا البلدين، معظمها علنية وبعضها سرية، إلا أن القاسم المشترك يصب في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. ولعل الوفد المرافق لبار الذي يضم مسؤول المناورات والتدريبات يحكي جزءا من حكاية الزيارة. الجزء الآخر المعدات، مع تفاخر إسرائيل بتفوق سلاح جوها بدءا من المسيرات وحتى الدفاعات الجوية، أمور تسعى المملكة المغربية إلى الاستفادة منها في سبيل قضيتها الوطنية الأولى الصحراء. لكن السؤال: ما إذا كان المغرب بحاجة لمراكمة القوة لاعتبارات دفاعية تخدم الردع، أم أنه يخطط للهجوم؟ هجوم محتمل يتزامن مع ازدياد منسوب التوتر مع الجار الجزائر، أكبر داعم للبوليزاريو التي تحظى وفق تقارير بدعم من إيران عدوة إسرائيل. مراقبون يحذرون من المنحدر في العلاقات بين المغرب والجزائر الذي بدأ بالجمود إلى القطيعة ثم التوتر، لتكون الخشية حاليا من انزلاقه إلى سباق تسلح يفضي إلى تصعيد نهايته مواجهة عسكرية مباشرة. ولنقاش هذا الملف ينضم إلي من مدريد الناشط السياسي الصحراوي طالب علي سالم. أهلا بك طالب معنا. كما ينضم إلي من القدس دكتور مير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. أهلا بك. ومن الرباط دكتور عبد الفتاح نعوم الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم جميعا. ودعوني أن أبدأ معك دكتور عبد الفتاح. دكتور عبد الفتاح، أهمية هذه الزيارة بالنسبة للجانب المغربي، لا سيما وأنها تأتي في وقت حساس يمكن القول. أهلا وسهلا بك وبضيوفك. في تقديري هذه الزيارة تأتي في مسلسل من تطوير العلاقات بين بناء على الاتفاق الثلاثي المغربي الامريكي الاسرائيلي، والذي يعتبر بمثابه حلف بغداد. حين كان حلف بغداد في الخمسينيات قد رسم معالم السياسه الدوليه في الشرق الاوسط، فان الاتفاق الثلاثي يرسم معالم السياسه الدوليه فيما يتعلق بالقاره الافريقيه. اليوم توجد تهديدات خطيره على مستوى القاره الافريقيه. الفاعلون الدوليون وفي مقدمتهم المملكه المغربيه باعتبارها الشريك الاساسي الان لتحالف الناتو، وايضا في العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا واسرائيل، تتوجه صوب القضاء على مشكلات حقيقية يضعها جميع الفاعلون الأمنيون الاستراتيجيون في خارطة مخاطرهم، بدءا بالناتو وصولا إلى البنتاغون وصولا إلى جميع مراكز الأبحاث الاستراتيجية الكبرى في العالم. وأيضا الأمر يتعلق حتى في العلاقة مع إسرائيل، باعتبار أن التهديدات الآن التي توجد على مستوى السياسة الدولية في منطقة الساحل والصحراء هي الأساسية. فيما يتعلق بما تثيره الدعاية الجزائرية والدعاية الانفصالية معها من كون هذا الموضوع مرتبط بهم أو موجه إليهم، في الحقيقة لا يمكن لتحول جيوستراتيجي كبير يتعلق بمعادلات كبرى تتعلق بالسياسة الدولية وبقضاياها الأساسية أن يتوجه إلى أحلام صبية، لأنه في الحقيقة ما يتكلم عنه يعني منتجو الدعاية الجزائرية والانفصالية معها يتعلق برغبات وبأمنيات، لأنه صارت الآن
كل التفاعلات والمعادلات فوقهم وتتجاوزهم، والدليل على ذلك أنه كل الآن ما تجتره الدعاية الانفصالية كناية عن أو تعبيرا أو نيابة عن الدعاية الجزائرية، كلاهما يجتران الدعاية الفرنسية، لأن الخاسر الأكبر من هذه المعادلات الكبرى التي نتكلم عنها التي تتعلق بصياغة معالم السياسة الدولية في القارة الإفريقية تجاوزت الفاعلين التقليديين في القارة الإفريقية وبتحديدا فرنسا، وبالتالي الأصوات الآن أصوات الجزائر وأصوات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. فرجة ممتعة. بوليزاريو معها يعبران فقط عن انتكاسة فرنسا، يعبران عن فشل فرنسا في أن تكون ضمن هذا التحالف العالمي الجديد الذي هو تحالف القرن 21. وصلت الفكرة. ابقى معي دكتور مئير، ما الهدف الإسرائيلي من هذه الزيارة وإلى ماذا تسعى إسرائيل تحقيقه من خلال تعزيز الدفاع الجوي المغربي؟ شكرا لكم على الاستضافة أستاذة لورين. قبل كل شيء تحياتي لضيفيك المغربيين السيد عبد الفتاح والسيد طالب. أستاذتي الكريمة، إسرائيل تشهد اليوم حالة من تنامي العلاقات الإقليمية مع دول عديدة في سياق الاتفاقيات الإبراهيمية، وبل حتى زيادة وتعميق في العلاقات مع الدول التي طبعت مع إسرائيل قبل عام 2020، مصر والأردن على سبيل المثال. هناك اليوم انتعاشا في العلاقات، ولكن لا شك في أن العلاقة بين إسرائيل والمغرب مازق خاص في إسرائيل نظرا للعلاقات التاريخية المعروفة بين المغرب الشريف والشعب اليهودي، المغرب الذي حمى يهوده والذي له دورا تاريخيا وهاما حقيقة في مسيرة وتاريخ الشعب اليهودي. العلاقات بين إسرائيل والمغرب إذن هي ليست فقط علاقات مبنية على المصالح أو البعد الاقتصادي طاغي فيها كما هو الحال مع دول أخرى، ولكن هناك هنا بعدا تراثيا، بعدا ثقافيا. هناك ضغوط على إسرائيل من قبل المكون المغربي داخل إسرائيل ومن قبل الجاليات اليهودية من أصول مغربية في العالم حتى يكون هناك تجاوب أكثر مع مطالب المغرب فيما يتعلق بقضايا عديدة. التعاون بين إسرائيل والمغرب يأخذ أشكال عديدة. هناك بعدا اقتصاديا هاما، هناك على سبيل المثال تعاون فيما يتعلق بالزراعة، هناك تعاون كذلك المغرب يفيد إسرائيل، لدى المغرب خبرات كثيرة، الخريجين الجامعيين، وهناك حقيقة كفاءات مغربية في مجالات شتى قد تستفيد منها إسرائيل في المستقبل، عوضا طبعا على العائد الاقتصادي لكلا الدولتين. فيما يتعلق بالمحور الأمني العسكري الذي هو ليس هو محور التعاون الوحيد وليس هو المحور التعاون الأهم، ولكنه محورا هاما للغاية، ليس ضد أي دولة أو ضد أي تيار سياسي أو ضد أي جهة إقليمية، وإنما لدعم قدرات المغرب الدفاعية من ناحية وعملية تحديث الجيش المغربي الذي هو على رأس أولويات الحكومة المغربية حاليا. الذي فتح الباب حقيقة هو زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في 24 وزير الدفاع السابق سيد بني جانتس في 24 من نوفمبر تشرين الثاني من العام الفائت، وهذا فتح الباب أمام عدد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بين البلدين. اليوم الحديث هو عن تطوير الدفاع الجوي للمملكة المغربية، عن تطوير المقاتلات F-5 و F-16 التي هي تتوفر لدى القوات الملكية الجوية، وكذلك حصول المغرب على طائرات من نوع جديد، طائرات بدون طيار كما ذكر في التقرير أو بالأحرى في المقدمة. نعم أستاذ. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا هو مضمون زيارة رئيس أركان السلاح الجو الإسرائيلي في الرباط الآن، وهذه هي بداية حقيقة لا نتحدث عن علاقات تقليدية وإنما عن تحالف حقيقي وعميق بين البلدين. لا شك في أنه سوف يفتح الباب أمام تغير جذري على المستوى الجيوستراتيجي في منطقة الساحل ومنطقة شمال أفريقيا. نعم، وصلت الفكرة. الطالب، كيف تقرأ هذا التعاون، وبرأيك كيف تنظر الجزائر وأيضا جبهة البوليساريو إلى مساعي المغرب تعزيز قدراته؟
السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. في البداية أريد أن أوضح لضيفكم الذي رحب بالضيوف المغاربة كما سماهم، أنا لست مغربيا، أنا صحراوي من الجمهورية الصحراوية من الصحراء الغربية، وأفتخر بكوني صحراوي وبعيد كل البعد ولا صلة لي بأن أكون مغربيا. هذا فقط للتوضيح. إجابة على سؤال ضيفكم من الرباط، تحدث على أنها يعني اتفاق ومعادلة لتواجه التهديدات في المنطقة إلى آخره، وأعتقد أنه لا يوجد تهديد للمنطقة سوى جلب إسرائيل ما تقوم به المغرب اليوم. ونحن نتحدث عن يعني اتفاقات عسكرية، إنها إسرائيل ستمد المغرب بالسلاح، ومن المعروف أنه السلاح ليس لتوزيع الأرود على الجيران ما شاء الله، يعني السلاح هو لاستعماله لإبادة الشعب الصحراوي كما يفعل نظام الاحتلال المغربي منذ سنة 1975، ولتهديد دول المنطقة، ليس فقط الصحراء الغربية بل لتهديد موريتانيا، لتهديد الجزائر، لتهديد تونس، لأنه كما قلت جلب إسرائيل هو أكبر خطر على إفريقيا وأكبر خطر على المنطقة. لكن هذا ليس جديدا، المغرب لجأ في بداية المطاف لإسبانيا ولاتفاق مع موريتانيا لتقسيم الصحراء الغربية، وفي نهاية المطاف لجأ إلى أمريكا لكي تعطيه السيادة، ولجأ إلى إسرائيل لكي تعطيه السلاح. فإذا كنا نتحدث عن سيادة لدى المغرب لدى الصحراء الغربية، السيادة يعني تنبني على 3 عناصر، العنصر الأول هو العنصر التاريخي، والعنصر الثاني هو العنصر القانوني، والعنصر الثالث هو عنصر هوية الساكنة. ففيما يتعلق بالعنصر التاريخي، حسب كل المواثيق الدولية لا توجد أي صلة تاريخية ما بين المملكة المغربية وشعب الصحراء الغربية الذي كان مستقلا دائما سواء عن موريتانيا أو عن المغرب أو عن الجزائر. فيما يتعلق بالعنصر القانوني، كل المحاكم الدولية وكل القرارات الدولية والأممية تقول أنها الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، كما دائما أقول لكم في هذا البرنامج. وفيما يتعلق في العنصر الأخير، وأجيب أيضا مرة أخرى على ضيفكم، وهو عنصر هوية الساكنة، نحن سكان الصحراء الغربية ننتمي إلى دولة الصحراء الغربية، إلى الجمهورية الصحراوية، ونحمل جواز سفر الجمهورية الصحراوية الذي نفتخر به ونعتز به وندافع عنه في كل المنابر بكل فخر وبكل عزة، وندافع عنه من الأراضي الصحراوية المحتلة التي نرى يوما بعد يوم التظاهرات ضد الاحتلال المغربي، وندافع عنه في الأراضي الصحراوية المحررة حيث نرى الجيش الشعبي الصحراوي وقوات جبهة البوليساريو تكافح وتجاهد ضد قوات الاحتلال المغربية التي الآن تلجأ إلى إسرائيل لمواجهة الصحراويين وفرض احتلال لا أساس قانوني له ولا أساس تاريخي له. طيب، يعني دكتور عبد الفتاح تبسمت عندما تحدث الطالب، ولكن فيما يتعلق بهذه الزيارات، قبل هذه الزيارة الإسرائيلية اليوم إلى المغرب كان هناك العديد من الزيارات الأمنية والعسكرية المغربية أيضا إلى إسرائيل. هل يمكن القول أن المغرب تستعد لحرب ما، أو ربما هناك خشية حقيقية من اندلاع حرب في منطقتكم؟ وبدأت بالحديث عن التهديدات. أولا يعني ضيفك لم يجيب عن سؤالك مطلقا، وطبعا يجتر نفس الكلام الذي يقوله دائما، الذي يكتب له ويحفظه بشكل دائم، وأتمنى أن يتسع صدره وأن لا يقاطعني وأن يتركني لكي أجيبه كما استمعت إليه. أولا، جواز السفر هذا الذي تحمله هذا الجواز الأزرق هو في آخر المطاف لا قيمة له، لأنه حتى رئيسكم وحتى عناصركم الذين يذهبون إلى القارة الإفريقية أو إلى الاتحاد الإفريقي يذهبون بجوازات سفر جزائرية. لا يوجد شيء في العالم اسمه جواز سفر لدولة غير عضو في الأمم المتحدة. يعني لا تضحكوا على الدقون وتنتجوا جوازات سفر عند مطابع الحي وتعتقدون أنها لديها القيمة ولديها القانونية. من ناحية أخرى، أنت حينما تقول أنك لست مغربيا يا أخي، أنت تحديدا لا لنعود. لا تقاطعني، لماذا تقاطعني الآن؟ لماذا تقاطعني؟ لماذا تخشى؟ ثانيا، أنت تحديدا أنت مغربي من منطقة التكنة، لا علاقة لك لا بالرقيبات ولا بالصحراء ولا بأي شيء، وأبوك وعمك اغتصبه بوليزاريو. يا أخي أنت تدافع عن بوليزاريو الذي اغتصب أباك وعمك. يعني أنت عيب. هذا هو مغربي، هو مغربي، هذا تحديدا مغربي. لا نشاهد الأمور ولا أريد أن أعرف الطالب من أين، ولكن لا أسامح. هذا تحديد يا أستاذ، يا أستاذ، هو تحديدا مغربي، هذا لا علاقة له ببوليزاريو. بوليزاريو ليس تنظيما للمحامين ولا نقابة للفنانين. موريتاني كما تقول في العادة. أنا مغربي موريتاني. لا أنت من التكنة، أنت تكني. أتحداك الآن أن تقول لي أنا إلى أين تنتمي. يعني أنت تكني، أبوك وعمك اعتقلوا بوليزاريو وعذبوك. لا علاقة لك ببوليزاريو. وليس، لا لو سمحت، هذا ليس الموضوع الآن. لا جوهر النقاش يا أستاذ نورين، جوهر النقاش
علاقات تعزيز العلاقات المغربية فيما يتعلق بالمغرب وإسرائيل. لو سمحت دكتور عبد الفتاح. يا أستاذ، بوليزاريو الذي يدعي الآن أن ما يقوم به المغرب من علاقات مع إسرائيل هو يستهدفه عسكريا. بوليزاريو المغرب دحره عسكريا منذ العام 75. بوليزاريو غير موجود الآن عسكريا. 700 بيان عسكري أنتجوها فقط في فيسبوك. هؤلاء غير موجودين الآن. الخطر الموجود هو التنظيم القاعدة وداعش وبوكو حرام الموجودة في الساحل والصحراء. لا أحد ينظر إلى بوليزاريو ولا يعتبره ولا يضع له حسابا. حينما أثير المسألة الشخصية للأخ طالب، أنا أقول له أنت ترتزق ببوليزاريو، لا علاقة لك بهذا التنظيم، لا علاقة لك بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. من آخر الكلام أنت يعني ما علاقتك بالموضوع، لأنه بوليزاريو تنظيم انفصالي ينبغي على من يتواجد فيه أن يكون موجودا في منطقة النزاع. أنت لا علاقة لك بمنطقة النزاع يا أخي. من ناحية أخرى هذا التنظيم ليس تنظيما للمحامين أو نقابة أو حركة إصلاح ديني أو تنظيما نسويا أو نقابة للفنانين. كل من جاء سينضم إليه. يجب أن يكون من يوجدون في بوليزاريو ينبغي أن ينتموا إلى المنطقة. فبالتالي أنت إنسان مغربي تبحث عن مصالحك الشخصية، عن ورقة لجوء في إسبانيا، تفعل هذه الأفاعيل، الكل أصبح يعرفك. من ناحية مسألة أخرى مهمة جدا، حينما يقول أن المسألة تاريخيا، لا موضوع السيادة الذي تكلم عنه. قرار أو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في العام 75 تكلم عن روابط الولاء والبيعة، وأتحداك أن تنكر ذلك لأن هناك فقرة خاصة من ناحية العلاقات التاريخية. حينما كان هناك رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية وطلب من الجمعية العامة في العام 74، المغرب قدم أزيد من 50 وثائق بيعة مكتوبة بين قبائل الصحراء وبين المملكة المغربية وبين سلاطينها عبر التاريخ. من ناحية ثالثة، حينما تتكلم عن موضوع السيادة بالمعنى القانوني المعاصر، لا يوجد لديكم لا إقليم ولا سكان ولا سلطة سياسية تمارس على هذه الأراضي، وبالتالي أنتم في أحسن الأحوال ينبغي أن يكون تنظيم بوليزاريو حكومة منفى، يعني حتى بالمعنى القانوني المعروف الآن في القانون الدولي. ابقى معي دكتور مئير. نعرف أن لإسرائيل تفوق عسكري في المنطقة، ومن ناحية عسكرية هي ليست بحاجة لأي دعم من أي دولة. ما المقابل الذي تنتظره إسرائيل من المغرب في وقت يعني تستمر وتسعى إلى تعزيز قواتها الدفاعية؟ نعم، أولا إسرائيل يجب أن نفهم أن العلاقة بين إسرائيل والمغرب هي علاقة مبنية على الندية. إسرائيل ليست أفضل وليست أقوى وليس لديها فقط ما تقدمه للمغرب، بالعكس المغرب كذلك يقدم الكثير لإسرائيل. التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل والمغرب هو يعود بالفائدة على إسرائيل. الكسر والتحجيم التوغل الإيراني غير المسبوق للأسف الشديد في منطقة الساحل وفي شمال إفريقيا عبر وسطاء إقليميين ومن خلال النظام العسكري القائم في الجزائر ومن خلال كذلك منظمة البوليساريو الإرهابية، كل هذا على أستاذتي الكريمة هو يضر بمصلحة إسرائيل على المستوى الجيوسياسي، على المستوى الموسع، وبالتالي أنا أعتقد أن هناك مصالح مشتركة. الصراع القائم وهذا ربما له علاقة بما قيل، طبعا يعني نحن نأسف أنه يكون هناك شجار من هذا النوع للأسف الشديد بين مغربيين، وأنا لدي أصدقاء كثيرون في فرنسا ودرست في فرنسا، وكذلك لدي صديق قنصل أحد قناصلة المغرب الشريف في فرنسا وهو من أصول صحراوية ويعتزون جميعهم بمغربيتهم. إذا مسألة حقيقة النزعة الانفصالية هي ليست متواجدة عند جميع عند كل المكون أبناء المكون الصحراوي الكريم. هناك الكثيرون الذين يعتزون بهويتهم المغربية وتقلدوا مناصب عليا في الدولة المغربية ونحن نعرفهم ولدينا معهم علاقات جيدة. لذلك أستاذي الكريمة هذا صراع داخلي مغربي لا يجب أن يأخذ هذا الحجم ولا يجب أن يدخل. أنا أعتقد أن هذه من إفرازات الحرب الباردة التي عفى عليها الزمن. إذن هناك تعاون بين إسرائيل والمغرب، هذا تعاون يفيد الطرفين، لا يفيد فقط إسرائيل أو المغرب وإنما يفيد جميع الأطراف. الصراع القائم حاليا على المستوى الإقليمي ليس صراعا بين حلفاء إسرائيل أو حلفاء الولايات المتحدة أو الموالين للغرب كما يدعي البعض من ناحية، ومن ناحية أخرى أصدقاء روسيا وأصدقاء إيران وما شابه ذلك. هذه حقيقة الفكرة التي هي مرة أخرى إحدى إفرازات الحرب الباردة. ليس هناك حرب باردة، الصراع القائم في المنطقة اليوم هو صراعا بين الدولة واللا دولة، بين الذين يعتمدون منطق السيادة ومنطق استقلالية القرار ومنطق الحفاظ على الحدود ومواجهة محور الإرهاب والمخدرات من ناحية الذي تتصدره إيران، ومن ناحية أخرى
معسكر اللا دولة، معسكر النظام القائم في إيران الذي هو النظام يدعم كل من هب ودب من العراق إلى المغرب، كل من هب ودب من منظمات غير شرعية، من ميليشيات تدعم الإرهاب ولا تحترم القانون، وهي حقيقة فهذا ما تفعله، وهي دول محاصرة لا صديق لها سواء إيران أو النظام القائم في الجزائر. أستاذ الكريمة، جميع من يصادقهم، جميع من يدعمهم هو ذيولهم منظمات وميليشيات، ولكنهم محاصرون. إيران معزولة على المستوى الإقليمي، الجزائر اليوم معزولة تماما داخل الجامعة العربية ولا صوت لها، وربما تحاول فقط أن تشاغب هنا أو هناك أو داخل المنظمة الوحدة الأفريقية، ولكن كل هذا لا يجدي ولا ينفع في نهاية المطاف، لأن هناك اليوم اصطفاف. ولكن مسارح الجزائر دكتور مئير نجحت في طرد الدبلوماسية الإسرائيلية التي أرادت دخول الاتحاد الإفريقي. صحيح أستاذتي الكريمة، صحيح. يعني شوفي، كل هذا الكلام لا ينفع في نهاية المطاف. في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح. إسرائيل لديها غالبية داخل منظمة الوحدة الأفريقية. 3/4 الدول العضو في الاتحاد الأفريقي ترحب بانضمام إسرائيل كعضو غير مراقب، نظرا لأنها قبلت السلطة الفلسطينية كعضو غير مراقب كذلك، لأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية على حد سواء متاخمة للحدود الأفريقية، وهذا هو العرف المتبع من قبل المنظمة، كما كانت إسرائيل عضو في السابق في المنظمة تحت المسمى القديم منظمة الوحدة الأفريقية. لذلك يا أستاذي الكريمة هناك خلافات. هناك خلافات كذلك بين إسرائيل والمغرب. هناك خلافات. المغرب لديه رؤية معينة لحل الصراع مع الأشقاء الفلسطينيين مبني على حل الدولتين، وهناك وصاية مغربية على وربما هذا السبب التي حتى الآن لا تريد إسرائيل اتخاذ موقف فيما يتعلق بالصحراء، وهذا طلب مغربي. بين الأصدقاء هناك خلافات، ونحن نحترم موقف المغرب، نحترم موقف المغرب، والمغرب كذلك يحترم موقف إسرائيل. الخلافات هذه هناك خلافات، وإنما الخلافات السياسية شيء، وإنما هناك احترام لمبدأ سيادة الدول واستقلال الدول. مسألة أنه خلق وإنشاء جمهوريات وهمية. نعم دكتور مئير، وصلت الفكرة. استعمار وإرسال السلاح إلى هذه المنظمات بشكل غير شرعي لدعم الإرهاب ومزيد من الجرائم ضد المدنيين للأسف الشديد سواء في المغرب أو غير المغرب، هذا لا يستقيم على الإطلاق. وبالتالي هذه المشاكل التي هي ترجع جذورها إلى الاستعمار يجب أن تحل في إطار البيت المغربي. نعم دكتور مئير، ابقى معي لو سمحت، لا يتبقى الكثير من الوقت، واريد ان اشرك ايضا الاستاذ الطالب في هذا النقاش. الطالب، يعني لماذا لا يحق للمغرب تعزيز قواته والاعتماد على المسيرات الاسرائيليه وايضا على احدث اسلحه في وقت تتلقى به جبهه البوليساريو دعم من الجزائر، من ايران ومن حزب الله؟ يبدو أن المغرب وإسرائيل يريدان، وما يسعى إليه المغرب وإسرائيل في شمال إفريقيا هو فرض احتلالهم على الصحراء الغربية، وأرى نفس المثال في هذا البرنامج. فيبدو أن الضيف المغربي والضيف الإسرائيلي يريدان احتلال الوقت علينا كذلك، فأرجو منكم احترام الوقت لكي أستطيع أن أرد على ما قلت. في البداية أهنئ الضيف المغربي على قدرته العالية في صنع الأفلام الخيالية، فوالله تركيزه طول الوقت في كل المناظرات على شخصي هو دليل واضح وقاطع على قدرته المحدودة للنقاش في الموضوع ولطرح النقاط ولتحليل الموضوع المطروح. فيما يتعلق بما قاله ضيفكم الإسرائيلي الذي يقول أنه يتعلق دكتور عبد الفتاح، لنعطي الطالب الوقت لو سمحت، تفضل طالب. ضيفكم الإسرائيلي الذي يقول أنه صراع داخلي مغربي، إذا كان صراع داخلي مغربي فلماذا توجد الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتصفية الاستعمار؟ وكذلك إذا كان صراع مغربي داخلي ما هو دور إسرائيل التي طبعت مع المغرب لكي يعترف لها ترامب بالسيادة على الصحراء الغربية؟ إذا كان صراع يعني داخلي ما هو الداعي لهذا التطبيع مع إسرائيل وفرض هذه السيادة وإرغام الشعب الصحراوي لفرض هذه السيادة؟ طبعا ما نراه اليوم كما قلت هو تحالف ما بين
بين المغرب وإسرائيل لفرض لأنه المغرب وإسرائيل هم قوتان محتلتان. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية والمغرب يحتل الصحراء الغربية. إسرائيل تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني والمغرب ينتهك حقوق الشعب الصحراوي. إسرائيل تخالف كل القرارات القانونية والدولية فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني، والمغرب يعارض كل القانون الدولي فيما يتعلق بحق الشعب الصحراوي. فالمغرب وإسرائيل متحالفان على هذه الأسس، على أنهم كلاهما دولتان محتلتان تمارسان الإبادة وتمارسان جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعوب. لكن أريد أن أقول وأريد أن أوضح على أنه السيادة على الصحراء الغربية لا تعطيها إسرائيل، ولا يعطيها العمل العسكري المشترك مع إسرائيل، ولا يعطيها اعتراف ترامب عبر تويتر. السيادة على الصحراء الغربية يعطيها شعب الصحراء الغربية الذي قرر في سنة 1976 أن دولته اسمها الجمهورية الصحراوية بدعم من الاتحاد الإفريقي الذي رأينا منذ أيام قليلة فقط كيف تم لدعم بطريقة واضحة وبطريقة كانت صفعة بالنسبة للنظام المغربي الذي حاول إقامة إسرائيل في هذا الاتحاد الإفريقي الذي صمم على أن الدولة الصحراوية هي الحل، وأن الدولة الصحراوية هي الدولة 55 في الاتحاد الإفريقي. فإرادة الشعب الصحراوي لم تستطع بها لا المغرب ولا إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية وما هذا ما برهن عليه الشعب الصحراوي طيلة جملة واحدة. شعب الصحراء الغربية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. فرجة ممتعة. على جملة هو لن يصمت الآن جملة واحدة، هو أن الاتحاد الإفريقي ركز على مؤتمر نواكشوط لعام 2018 الذي قال أن هناك حصرية حدثني من مدريد. شكرا جزيلا لك من القدس دكتور منير مصر، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. فرجة ممتعة.